سيد كرار، أنا أخالف الشيخ أمير بخصوص لقاء منه. هذا الحوار لم يفيدنا ولا يفيده. لا، كيف أخي الكريم لم يفيدنا ولا يفيده؟ طبعا هو خلافك على عيني وعلى راسي، ما بي أي مشكلة، لا يوجد أي مشكلة بالموضوع. خلاف، أنت ترى هكذا، غيرك لا. لكن أنت تعرف والمشاهد يعرف اللي موجودين بالبث وبعد ما يرفع البث بأنه هذا الشخص اللي اسمه كوهين، مدري ما أعرف شو اسمه، ما في اليوم صعد ويا شخص شيعي وحاسبه حساب، بحيث هذا الحساب قام وطلع بيان ثاني يوم من الموضوع. ما أعرف إذا أنت تعرف بالموضوع لو لا. هو هذا الشخص اللي يتكلم بأنه موضوع الصحفي اللي يتكلم مع الشيخ أمير، قال نحن نأتي مع السفياني إلى كربلاء ويا لثارات مرحب من الشيعة. لا يوجد شخص ترى اتكلم وياه هو مع هذا الشخص، وثاني يوم أصدر بيان قال أنا أعتذر من أهل البيت وسلام الله على أهل البيت. أنا كان كلامي على بعض الشخصيات. الكلام هو ليس احترامه إلى أهل البيت وكذا، بس هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار حصل رادع خلافك ويا الشيخ أمير باللقاء، ماكو أي مشكلة تخالفه، ماكو أي مشكلة، ما أجبرك أنا على شيء ولا غيري يجبرك على شيء. لكن لازم تعرف نقطة واحدة، منبر الشيخ أمير يتكلم مع الملحد، يتكلم مع البوذي، يتكلم مع السيخي، يتكلم مع النصراني، يتكلم مع اليهودي، يتكلم مع القرآني، يتكلم مع اللاديني. هذا منبره هو صد الشبهات. فما يوجد شخص، هاي ارجع من اليوم اللي هذا كوهين ما اعرف شو اسمه، من اليوم من البارحة العفو الى الماضي، لا يوجد عنده نفس يفرق بين الشيعة المقصرة وبين الشيعة اتباع اهل البيت المسالمين، حتى يصدر بيان اليوم امس يقول سلام الله على اهل البيت، انما كان كلامي في موضوع بعض الشيعة اللي يحاربوني واللي كذا واللي كذا. ما اريد ادخل في بعض الامور اللي انا ما اريد اتكلم بيها، انا هذا حقي فما اريد اتكلم به. لكن بالعكس كلامك يرد على نفسك، لكن اني وغيري يشوف العكس، لان يشوف كان تصدي جدا قوي من الشيخ امير، بحيث هذا ثاني يوم اللي هو كوهين طلع قدم بيان و اعتذر إلى أهل البيت عليهم السلام، وسماهم وقال سلام الله على أهل البيت وعلى الشيعة المؤمنين اللي يتبعوهم اللي ما يريدون قتال وحروب. لا ماكو ترى، لا مرجع سواها، لا وكيل مرجع سواها، لا معمم سواها. وانت تعرف شنو أقصد، إذ أنه يطلع صورة وصوت هو صحفي بعد مع أي شخص، ما حد خلاه يقدم هكذا بيان لأهل البيت. احنا ما محتاجين بيانه، لكن نريد نشوف الحادثة اللي صارت اللي فعلها الشيخ أمير. هو كان تصدي جدا قوي، تصدي جدا قوي. بعدين اليهود، أنا وأنت والأخوة المستمعين جيدا يعرف 24 ساعة بالذات إسرائيل معظمهم يسبون النبي والعياذ بالله ويذكرونه باسمه. يسب النبي 24 ساعة، هو من يومهم صح ما سابه، بس هو يسبه بالخفاء خلف الكاميرا بينه وبين عائلته. هو يهودي ما يآمن بالنبي صلى الله عليه وآله. لكن عندما حصل اللقاء صار اختلاف 180 درجة، إذ أنه أصدر بيان يفرق بين الشيعة المقصرة وبين شيعة أهل البيت اللي هم الناس مسالمين، حال المشاهدين، حال الشيخ أمير، ويقول سلام الله على أهل البيت وعلى الشيعة المؤمنين، وعدد حتى الدول اللي هم مسالمين في هذه الدول. أنا لا أذكر بيانه بالنص، لكن أذكر المقتطفات من يمه. كادر المنتقم عندما نشرت هذا الشيء، هذا أول مرة ترى يصير، بس واحد شوية يفكر بالموضوع، ترى أول مرة يصير. فأنت تعترض على لقاء الشيخ أمير، ما هو لقاء الشيخ أمير أثمر بنتيجة، إذ أن جعل اليهودي اللي 24 ساعة يسب النبي يقدم اعتذار إلى أهل بيته وإلى النبي ويقول سلام الله عليهم، وقام يفرق بين الشيعة المقصرة والشيعة المؤمنين اللي ما يدورون مشاكل. نقطة راس سطر.
فخلافك أنت تقول أنا على خلاف مع الشيخ أمير من برا هذا اللقاء، لا يوجد أي مشكلة، لا أنا أجبرك ولا شيخ أمير يجبرك، لا يوجد أي مشكلة. الاختلاف اللي أنت تقول أنا على خلافك ماكو أي مشكلة وياه، هذا رأيك ورأيك محترم. لكن أكو فرق في بعض الشخصيات، مو إلك يا أخي الكريم الكلام هذا اللي راح أقوله، إلى بعض الشخصيات من يقولون ماذا عندما يطرحون رأيهم، وعندما يأتي شخص ثاني يفرض رأيه على الشيخ أمير. أنت رأيك هذا أنت تتكلم به لا يوجد أي مشكلة، رأيك محترم، رأيك أنت اللي تتحمله، أنت اللي تستمع له. غيرك يشوفه لا، غيرك يشوفه أنه كلامك خطأ، مثلي أنا أو مثل الكادر أو مثل الشيخ أمير أو مثل الأخوة اللي جاي يستمعون. رأيك هذا بالنسبة إلك هذا رأيك محترم، لا يوجد عليه أي مشكلة. لكن أكو مشكلة وين؟ أكو مشكلة ببعض الشخصيات اللي تفرض رأيها على الشيخ أمير. أنت الآن لو فارض رأيك الآن كان سمعت غير هذا الكلام، كان حديت لساني. لكن ما طول أنت قلت أنا خلافي مع الشيخ أمير في موضوع ماذا؟ دقيقة سيد كرار، أنا أخالف الشيخ أمير بخصوص لقائه. جيد، خلافك لا يوجد عليه أي مشكلة، أنت تتحمل الموضوع، غيرك ما يتحمله. أنت تشوفه خلاف، غيرك يشوفه ليس بخلاف بل هو الأصح، لأن بثمرة هذا اللقاء أتى بثمرة ماذا؟ أتى بثمرة بأن هنالك يهودي 24 ساعة يسب النبي، جعل الشيخ أمير وتصدى له وحد لسانه عليه، وهو كلام أمر جدا طبيعي من الشيخ أمير، مو حد لسانه، وتتعرفون حد لسان الشيخ أمير، بل تكلم بهذا الموضوع بأسلوبه. جعل ثاني يوم يقدم بيان ويقول أنا أعتذر وسلام الله على أهل البيت، وإنما كان كلامي إلى بعض الشخصيات، وسلام الله على أهل البيت وعلى الشيعة الفقراء اللي ما يدورون مشاكل، مسالمين، حتى ذكر الدول اللي موجودين بهم. هذا على ما أتذكر البيان. ماكو أي شخص استطاع أن يفعل ويجعل من هذا الشخص يقدم اعتذار إلى محمد وآل محمد. احنا ما نحتاج اعتذاره، لكن الموقف، أنا أتكلم على الموقف اللي فعله الشيخ أمير، الذي بسببه جعل يقدم بيان ماذا يفعل به؟ يميز ما بين المقصر وما بين الشيعي المؤمن المسالم، ويقول بعدين أي يهودي يقول سلام الله على أهل بيته هو 24 ساعة يسب النبي؟ أي يهودي؟ هنا تعرف بأن الشيخ أمير ماذا فعل؟ هنا الشيخ أمير الله يطول بعمره إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية، فعل نقطة جدا حساسة اللي ما قدروا يفعلوها لا معممين ولا متكلمين، لا حتى مراجع، وهو تصدى إلى يهودي وركع اليهودي وخلاه يسلم على محمد وآل محمد، ويعرف ما بين الشيعي المقصر المحارب وما بين الشيعي المسالم يريد بس يعيش. وهاي نقطة جدا عظيمة تنحسب إلى الشيخ أمير، ما موجودة من زمن الغيبة إلى هذا اليوم. من زمن الغيبة إلى هذا اليوم لا يوجد شخص فعل ما فعل الشيخ أمير. فرأيك احنا محترم، نحترم رأيك، ماكو أي مشكلة، لكن احنا كلامنا على اللي يفرض رأيه. اللي يفرض رأيه على الشيخ أمير هنا نحد لساننا عليه. فكلامك جدا محترم، تقول بأنه أنا على خلاف لأنه هو طلع، لا يوجد أي مشكلة، رأيك إلك، هو يمثلك، لا ما يمثل غيرك، ما يمثلني ولا يمثل الكادر ولا يمثل القناة ولا يمثل المشاهدين، وهذا أصلا مطلب جماهيري ما يمثلهم. فأرجو أن تتبعوا على نقطة واحدة بس، وهو منبر الشيخ أمير يتكلم مع الكل، كما كان منبر النبي صلى الله عليه وآله يتكلم مع الكل. فالشيخ أمير يقتدي بمن؟ يقتدي بآل محمد فقط. فمنبره يتكلم مع اليهودي، مع النصراني، مع الملحد، مع السيخي، مع البوذي، مع الهندوسي، مع الشيعي المقصر، مع السني، مع القرآني، مع الملحد، مع اللاديني، مع الجميع. صوت الحسين عليه السلام يجب أن يصل إلى جميع أنحاء العالم، ومظلومية الزهراء يجب أن تصل، وهذا اللي جاي يسويه الشيخ أمير. أبسط دليل
الكلام اللي أنا قلته قبل قليل في موضوع بأنه هذا الشخص أن اليهودي اللي هو كوهين مدري شو اسمه أصدر بيان وقال سلام الله على أهل البيت، وقام يفرق ما بين الشيعة المقصرة وما بين الشيعة المؤمنين المسالمين.